والله ده أغرب موقف اتعرضت له في حياتي. تكون ماشي في أرض بالليل، تلاقي المنظر ده: كيسة مفتوحة، في حاجات كده يعني. حتى أنا دوست واحد فيهم بالغلط، تلاقي موبايلات وحاجات في شنطة. والناس طبعا اللي هتقول لي يعني اسأل على صاحبها أو رجعها لصاحبها. يا جماعة الحاجات دي بقى لها معايا أكتر من سنة، الفيديو ده مصوره بقالي أكتر من سنة، ما لقيتش أو معرفتش صاحبها لحد النهاردة. قبل ما نبدأ الفيديو، صلوا على النبي، متنسوش تعملوا اشتراك. طيب، زي ما انتم شايفين كده تابلت. التليفون ده برضو يعني كان من الحاجات الحلوة جدا اللي انا لقيتها. تليفون نوكيا من يعني اثري. يعني برضو يعني انا بصور لكم ان انا ماشي في مكان مقطوع. ازيكم رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد، قناه شارع المستعمل. قبل ما نبدا الفيديو بطلب بس منكم انكم تصلوا على النبي. طيب، الحلقات اللي فاتت يعني معانا حاجات كتير والله. زي ما قلت لكم، الحلقات دي علشان يعني تشتري حاجة سعرها كويس، وفي نفس الوقت حاجة أصلية مش صيني. تمام، وبرضو كل حاجة ليها سعرها. الصيني ليه سعره، والأصلي برضو ليه سعره. وبرضو الحاجة دي انت لو مش هتعرف تيجي ممكن تتواصل معايا. هبعت لك رقم الواتساب وكلمني. ولو انت مثلا مكانك بعيد او حاجة، ممكن اشحن لك الحاجة اللي انت عاوزها. بس برضو علشان في ناس كلمتني، في ناس ما تعرفنيش وفي ناس ما اتعاملتش معايا قبل كده، فانا بشحن لك الحاجة وبصور لك البوليصة بتاعة الشحن، وانت بتبعت لي الفلوس على فودافون كاش لما ابعت لك بوليصة الشحن. طيب، النهارده يعني زي ما انتم شايفين كده، طبعا الحاجات دي تقريبا صيني يعني. يعني التليفون ده شكله يعني كويس، فتعالى كده نحاول نفتحه ونشوف الجهاز ده مشكلته ايه. مشكلة الفتح بتاع الظهر ان انا ماسك التليفون، فحتة ان انا يعني افك الظهر تكون صعبة شوية وانا ماسك التليفون. طيب، تعالى نجرب نحط فيه بطارية ونشوف هيشتغل ولا مش شغال. طيب، هو الجهاز فتح، بس للأسف هو جايب شاشة بيضاء. الجهاز جايب شاشة بيضاء بس هو شغال. طيب، نركن على جنب ونشوف حاجة غيره. الجهاز ده برضو يعني أنا فاكره. الجهاز ده الجهاز ده والله كان معايا في 2012 2013 تقريبا. جهاز حلو جدا يعني. بس هو شغال ولا مش شغال؟ أنا مش عارف. الجهاز مش شغال. طبعا الأجهزة دي قديمة، وناس كتير من بتوع الصيانة ما بقوش شغالين في الأجهزة دي. ممكن يعني أجهزة قديمة، ممكن مثلا تلاقي جهاز واقع في مية، جهاز فيه مشكلة، جهاز فيه مشكلة خفيفة تتصلح. فبصراحة الأجهزة كتير جدا. زي ما انتم شايفين الجهاز ده تقريبا معدوم. مش عارف يعني دي كلها بطارية. يعني حطله كده البطارية بتاعت الأجهزة العادية، فبطارية الجهاز ده كبيرة جدا مقارنة بالبطاريات العادية. هنا برضو موبايلات. ده ماركة فودافون. ده جهاز F1000، مش عارف تعالى كده نفكه مع بعض ونشوف، نتفرج على الجهاز. تقريبا ده الماركة بتاعته. طبعا أنا بجرب معاكم يعني، برضو هوريكم أجهزة تاتش عشان في ناس سألتني على الأجهزة التاتش، فهفرجكم دلوقتي.
تقريبا برضو الجهاز ده مش شغال. طيب خلينا نجرب حاجة تانية. ده جهاز فودافون، فيه البطارية بتاعته. دي البطارية زي ما انتم شايفين. ممكن ده تقريبا عايز يتحط على الشحن أو حاجة. ممكن جدا تكون البطارية فاصلة شحن، لأن الأجهزة دي مركونة بقالها كتير جدا. طيب نحطه على جنب ونشوف. في برضو كام جهاز هنا. طيب للناس اللي سألتني على الأجهزة التاتش، الجهاز ده سامسونج، بس للأسف إن هو واقف على الباسورد بتاعه زي ما انتم شايفين كده. بس الجهاز شغال بدون أي مشكلة. ده جهاز برضو، يعني تقريبا يعني ده جهاز ده سامسونج. بس هل هو شغال ولا لأ؟ أنا بصراحة مش عارف. كرتونته، كل حاجة بتاعته. ده شكل الجهاز. ده برضو جهاز سامسونج. ده شكل الجهاز برضو. الأجهزة حتى معاها الكراتين بتاعتها. من الحاجات التحف برضو عندك الجهاز ده أنا شايف ناس عرضاه بحرفيا مبالغ والله. يعني في ناس عرضاه ب1000 جنيه، في ناس برضو عرضاه ب700 ب800. الجهاز ده من الأجهزة النادرة والحلوة جدا. يعني ممكن انت مثلا بمبلغ قليل تجيب لك شوية يعني حاجات من دي، وتبدأ ان انت تعرضها على المتجر مثلا بتاع الفيسبوك ان انت تبيعها. زي ما انتم شايفين كده، في حرفيا يعني نوادر. في برضو تابلت. فعشان ما اطولش عليكم الفيديو، نقفل الفيديو في الحلقة دي، نكمل الحلقة الجاية ان شاء الله.